نلفت الأنظار إلى حقيقة: التوحيد ليس أن تؤمن بالله وتؤمن بوحدانيته، ليس هذا هو التوحيد. التوحيد أن تؤمن بالله وتعرف الله من الطريق الذي عينه لك، مو من كل طريق. ما يكفي أن تعرف الله من القرآن وحده، أبدا مو كافي. هذا المنهج اللي سلك به بعض المسلمين، فصاروا مشبهة، وصاروا مجبرة، وصاروا مجسمة، وصاروا معطلة، لأن مو هذا هو الطريق الوحيد الذي يوصلهم، الكافي الذي يوصلهم. التوحيد الصحيح، سلامة العقيدة في التوحيد، من القرآن الذي يبينه لك آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنبي والإمام تعرف الله وتوحد الله حق توحيده. لذلك هم رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر وصاياه أوصى أمته بالقرآن والعترة، وقال: ما إن تمسكتم بهما مع التثنية لن تضلوا أبدا. إذا واحد يريد يعتمد على القرآن وحده ماكو ضمان بعدم الضلالة، وإذا يريد يعتمد على العترة وحدها أيضا مو كافي. رسول الله يقول: بهما، لا تفصل بين القرآن وبين العترة، هما جوهر واحد بمظهرين، كلاهما وحي، كلاهما معصوم، كلاهما نور. واحد ينزل من السماء ككتاب، وواحد يصدره المعصوم بلسانه المبارك. هذا وحي وهذا وحي، هذا نور وهذا نور، كل منهما يكمل الآخر. الذي يعمل بهذا المنهج يصل إلى التوحيد الصحيح. الذي يخالف هذا المنهج ماكو أي مجاملة، توحيده ليس بصحيح. وهذا واقع المسلمين أمامكم، وواقع النصارى أمامكم، وواقع اليهود أمامكم، وكل الأمم اللي تزعم أنها تؤمن بالله واليوم الآخر. شوفوا توحيدهم وشوفوا التوحيد الذي يقوله القرآن والعترة. الأخبار هم متواترة بهذا المعنى، في الآيات هم أكو إشارات، منها: فلا وربك لا يؤمنون، قسم من الله عز وجل، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى إذا وقعت منازعة في العقيدة، منازعة في التوحيد، مو أرجع إلى فلان مفسر وفلان متحدث وفلان صحابي وفلان تابعي. هاي الورطة ما هو الذي وقع فيه الكثير. ارجع إلى رسول الله، ارجع إلى العترة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا أدركوا المسألة بعقولهم فبها، إذا ما أدركوا المسألة بعقولهم فعليهم بالتسليم. هذا هو الإيمان. أصرح من هذا القرآن شو يقول للإيمان؟